النهاردة هنعمل طاجن لسان عصفور بكبد الفراخ، ولو عندك كده كبد وقوانص هيبقى حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده لسه طالع من النار سخن ملهلب ومفلفل معايا، مش معجن خالص. بجد حلو جدا، جربوه بقى وقولولي رأيكم في الكومنتات. تعالوا بقى بينا نشوف الطريقة والمقادير. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء شاور ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه كده انا هحمر معايا لسان العصفور. جبت كده في الطاسه شويه زيت وهبدا كده احمر لسان العصفور بالشكل ده. ممكن تحمروه في سمنه بدل الزيت زي ما تحبوا. هفضل اقلبه كده، مش هسيبه خالص علشان ما يتحرقش معايا لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده هقفل عليه النار. طاسه تانية بقى على النار فيها شويه زيت. جبت حته دهنه كده قطعتها قطع صغيره لحد ما تسيح معايا في الزيت، وبنزل بالكبد على طول. لو عندك قوانص فمش هينفع تحطيها كده مع الكبد على طول، لازم تسويها الاول شوية في مية علشان بتاخد سوا شوية عن الكبد. وبعد ما تسويها في المية بتاخديها كده وتحطيها مع الكبد وتديها تشويحة بالشكل ده. بعد كده هجيب معايا بصلاية كبيرة هقطعها قطع صغيرة وانزل بيها على الكبد كده، وافضل اقلب فيها كده لحد البصلاية ما تدبل معايا. هنزل بالتوابل بقى اللي عندي، شوية ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، وشوية بهارات. بعد كده هيكون عندي عصير طماطم، هنزل كده بالعصير الطماطم حوالي كده 3 طماطميات ضربهم في الخلاط. واول ما يغلوا معايا هنزل بلسان العصفور. انا مش هستنى ان هي تتسبك ولا اي حاجه، لا انا عايزه بس اول ما بتغلي معايا كده هجيب بقى كده لسان العصفور اللي احنا لسه كنا محمرينه مع بعض. هنزل بلسان العصفور بالشكل ده كده، وهكون محضره معايا هنا الطاجن هقلبهم كلهم في بعض بالشكل ده. خلاص كده هقلبهم بس تقليبه كده، وبعد كده انزل على طول بيهم في الطاجن عندي كده. هزوده بقى كده شويه شوربه، ما عندكيش شويه شوربه يبقى هتزوديه كده شويه ميه. هتظبطي بقى كده الملح بتاعه وتظبطيه، وبعد كده هتدخليه الفرن على طول لحد ما يتشرب الميه دي. هتهدي النار عليه كده وتخلي النار شمعة عليه علشان بقى ياخد سواه زي الرز كده. يعني زي ما بتسوي الرز بتسيبيه يشرب ميته، وبعد كده بتهدي النار عليه عشان ياخد سواه. بولع له من تحت بس لحد ما يستوي معايا، وفي الاخر كده تحت الشوايه بديله اللون اللي انتوا شايفينه ده من فوق كده. وخلاص بقى لسان العصفور جاهز معانا بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو. يا رب اكون فدتكم باي حاجه، واستنوني بقى الفيديو الجاي، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.